اتهم الماثل أمام عدالتكم لم يكتفي بأن يرتكب جريمة يرفضها المجتمع والدين قبل القانون، بل زاد على جريمته هذه جريمة أخرى أشد قسوة وأكثر بشاعة، مؤكدا إصراره على جريمته الأولى. لقد أطلق النار على أحد أفراد قوة الشرطة وأرداه قتيلا. وإذا كان القانون في الحالة الأولى يطالبنا بتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، فإن العدالة قبل القانون تطالبنا ونحن بصدد هذه القضية المقترنة بأخرى بتوقيع أشد عقوبة ممكنة، وهي الإعدام شنقا. والنيابة بدورها تطالب وبإصرار بتطبيق مواد الإحالة. وشكرا. الدفاع. ناجي سليم حاضر عن المتهم سيد دعبس. اتفضل يا استاذ ناجي. حضرات المستشارين، لن استعير حماس النيابة، لكنني اكتفي بما جاء في مذكرة الدفاع، حيث يتضح منها لعدالة سيادتكم ان موكلي بريء من التهمتين المنسوبتين اليه. فبالنسبة للتهمة الاولى وهي تهمة جلب المخدرات، ثبت من محضر الشرطة ان المخدرات وجدت بعيدة عنه. اما بالنسبة للتهمة الثانية وهي تهمة القتل، فلقد وجد 3 مسدسات مع رجال الشرطة من نفس نوع المسدس المضبوط مع موكله، واحتمال ان الرصاصة القاتلة خرجت من اي مسدس اخر ليس ببعيد، خاصة وان تقرير الطبيب الشرعي لم يستطع ان يتقدم بدليل واحد ملموس على ان الرصاصة القاتلة قد انطلقت من مسدس المتهم سيد دعبس. لذلك فإنني في نهاية مرافعتي يا حضرات المستشارين أطلب لموكلي البراءة. وشكرا. سيد يا دعبس. ايوه يا سعادة القاضي. احنا شفنا بعض قبل كده. ايوه يا سعادة البيه، احنا معرفة قديمة قوي. اخر مرة ايام سعادتك ما كنت وكيل نيابة، خدت 5 سنين على ايد سعادتك. كانت قضية مخدرات. مظلوم يا بيه، وحياتك مظلوم، وحياة عيالي مظلوم، وانا دايما مظلوم. والبوليس قبض عليك في الصحراء، كنت بتعمل ايه هناك؟ كنت بشم هوا بيه. حضرتك عارف ان البلد كاتمة قوي والهوا فيها تقيل وكله تلوث، قلت اخرج اشم هوا في الصحراء. طيب وشوال الحشيش؟ معرفش عنه حاجة يا بيه، انا حظي الوحش خلاني امشي جنبه على طبة اخواننا بتوع المباحث. الله لا يولي مؤمن، الله لا يولي مؤمن. والمسدس اللي كان وياك؟ بصراحة يا بيه انا ما بحبش اكذب، المسدس ده بتاعي. مش ده المسدس اللي اتقتل به العسكري يا سيد؟ لا يا جناب القاضي، اي نعم المسدس ده بتاعي، انما ما قتلش حد. طب ما اخواننا بتوع المباحث كان معاهم 3 سيد، الله اعلم بقى ايه المسدس فيهم اللي قتل العسكري الغلبان. طيب تحجز القضية للحكم. جلسة السبت 22/12/84. رفعت الجلسة. ايوه استاذ. اطمن يا معلم سيد، براءة بإذن الله. هي فين هي البراءة؟ انا حاسس بحبل مشنقة حوالين رقبتي. يا راجل خلي عندك امل، ما تقولش الكلام ده. القاضي ده نزل من ايام ما كان وكيل نيابة، انا عارفه كويس. اسمع يا استاذ ثروت، انا عندي كلمة لازم تبلغها لسعادة البيه شخصيا. تحت امرك. قول له سيد بيقول لك اتصرف، يا اما كده يا اما في حل تاني. يعني ايه؟ انا مش فاهم. سيادته هيفهم. انا حبل المشنقة ما يتلفش حوالين رقبتي لوحدي. يا اما نطلع كلنا يا اما تعك علينا كلنا. فهمني يا استاذ؟ فاهم.
ميرسي. المعلم سيد حس ان القضيه لابساه ومفيش فايده. وبعدين في الراجل الحمار ده ايه؟ مش قادر يستحمل؟ جايبين له محامي من اكبر المحامين في البلد وبنصرف عليه في السجن زي ما يكون نازل في الكنده درجه اولى. المعلم سيد بيهدد. بايه؟ قال ان سعادتك لازم تتصرف والا هيكون ليه تصرف تاني. وقال كمان مش معقول هيتلف حبل المشنقه حوالين رقبته هو لوحده. ده جزات اللي يعتمد في شغله على راجل حمار زي ده. ثروت، تحت امرك. قلت لي القاضي ده اسمه ايه؟ المستشار كمال مش عارف ايه بالظبط. انا عاوز في 24 ساعه اعرف كل حاجه عن سي كمال ده. مفهوم؟ امرك يا توفيق بيه. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا حبيبتي. ايه ده بقى يا سي بابا؟ ايه يا حبيبتي؟ احنا مش اتفقنا ان مفيش شغل يوم الجمعة؟ اه بس دقيقة واحدة اخلص الورقتين اللي في ايدي. لا لا لا، مرفوض. اولا الجمعة ده بتاعي انا. ثانيا الجمعة ده اجازة رسمية وممنوع الشغل فيها. ثالثا بقى انت نسيت ان انا مدية ميعاد لعلاء؟ لا مش ناسي، بس شوفي بقى لما تبقي انت مسؤولة عن حياة انسان. لا خلاص يا بابي، حفظت الاسطوانة دي كلها. طيب يا حبيبتي، اشرب بقى فنجان قهوة من ايديك الحلوين دول على ما اجلم. ايه رأيك؟ اخر كلام يا بابا؟ اخر كلامي جميل. خلاص حاضر. يلا. انا ما صدقتش خالص. رحت مكلمه عايده في التليفون، قالت لي طبعا كل الخبر ده حقيقي وهيكتبوا كتاب الاسبوع الجاي. عارف عقبالك يا بنتي، الله يصلح فيك انت وعلاء. ميرسي قوي يا بابا، بس انا مش لما الاقي شقه الاول ولا انت خلاص يعني زهقت مني ومش طايقني خالص؟ ها؟ وفعلا انا مش طايق خالص، انت رغايه النهارده. كيف ناوي على ايه النهارده يا جميل؟ ناوي انزل الف على المحلات شويه. شراء ولا فرجه كده؟ يعني من ده على ده. طيب احنا نوصل وسط البلد، انت من سكه وانا من سكه. ماشي يا بابا. هو علاء هيقابلك فين؟ هروح على باب السينما الساعه 3 وهصلي على باب السينما. كويس، وبعد ما تخلصي السينما هستناكي في جروبي عشان نبقى نروح سوا. ماشي يا بابا.
كامل، عم كامل. ايوه يا استاذ علاء. الموضوع اهو. وصل له استاذ بسيوني وقول له اني ما قدرتش اختصره اكتر من كده، ولو سالك عني قول له اني خرجت. حاضر يا فندم. يا ريت تبطل الحب والصدف دول وليه عندي قلب سجاير. سلام. سلام. يسرية؟ في حاجه يا مدام؟ ايوه بشبه عليك. انت مش برضه يسرية؟ ايوه. حضرتك تعرفيني؟ والله كبرت يا يسرية يا خالية. الف ورحمة ونور على مامتك، كانت من اعز احبابي. تعالي بحضني المبوس، ده انت من ريحة الغالية. شويه بالله شويه ميه. يسرية هديها. هديها جوه. هديها جوه الكلام. ايه ده؟ تعمل تاني؟ انا مش قلت بلاش تنزلوها؟ انا قلت بلاش تنزل، بلاش تنزل. محدش بيسمع الكلام. خش انت كمان بسرعه. علاء، تذكرة باسم علاء. لا مفيش اسم. ثانية. يا استاذ في طابور لو سمحت. كون لو تسمحي. ولا اقول لك خليهم في طيلوش. ان شاء الله معانا حد عوش. ده كلام ده. اسف معلش ثانية واحدة. شكرا. ايوه ثروت، واحنا عايزين ايه احلى من كده؟ اتصرف انت وانا جاي حالا. كمال بيه. ايوه واضح ان سعادتك مش فاكرني. مش واخد بالي. يا راجل ده احنا كنا زملاء مع بعض في العباسية الثانوية. يا سلام على ايام التلمذة وايام الشقاوة. اذا سيادتك ذاكرتك قويه جدا. انا اول ما لمحت سعادتك قلت لازم اجي اسلم على سعادتك واقعد معاك. اهلا وسهلا. قلت لي سيادتك اسمك ايه؟ وانا اللي كنت فاكر هتفتكرني على طول. عبد العظيم، عبد العظيم ابو المعاطي. ايه لسه مش فاكرني؟ لا مش واخد بالي. يا سلام على الدنيا، شوف ازاي بيتفرق بين الاصدقاء. يلا عمر بيفوت. جرسون تشرب ايه؟ لا اتفضل سيادتك دي اتفضل. لو سمحت قهوة سادة على نار هادية. اهلا اهلا كمال بيه. اهلا وسهلا. اديها بخة. متشكر قوي على القهوة. استاذن انا بقى عشان مشغول شوية. اتفضل سيادتك. السلام عليكم. سلام. يا استاذ حضرتك نسيت لا مؤاخذة. في الواقع دي هدية بسيطة كنت جايبها لواحد صديق عزيز عليا قوي، لكن حيث بقى ان انا شفت سعادتك الاول فيا ريت تقبلها مني.
اعتقد ان الهديه تروح لصاحبها احسن. اصله مش اعز من سعادتك، ارجوك تقبلها يا كمال بيه. بمناسبه ايه بس؟ المناسبة موجودة، ومناسبة اننا اتقابلنا بعد السنين الطويلة دي كلها. لا، الاسلم ان الهديه تروح لصاحبها. كمال بيه، ممكن نتكلم بصراحة؟ اتفضل. احنا بقى لا كنا زملاء مع بعض في المدرسة ولا حاجة، وانا عارف كده من الاول. بس انا اعرف سعادتك كويس قوي يا سيادة المستشار. مش فاهم. عارف اللفة اللي قدامك دي فيها ايه؟ معرفش. 50,000 جنيه ورق من ابو مياد، يعني قد مرتبك من يوم ما اتعينت لحد ما هتطلع على المعاش. كم؟ 50,000 جنيه، ومستعد اجيب لك زيهم كمان بكرة بعد الحكم. حكم ايه؟ مش فاهم. الحكم بتاع قضية سيد دعبس بكرة. ده راجل عجوز وغلبان ومش وش بهدلة. يا سلام يا كمال بيه لو ياخد براءة. يخص يا ابن الكلب. عيب عيب كده يا كمال ليه؟ انت ما انتش قاي من هنا الا ما اجيب لك البطاقه. بلاش الحركات دي لما يكونلكش عمر معايا. على العموم احنا اتقابلنا اصحاب ونفترق اصحاب، والهدية برضو بكرة هتوصلك مع الامانة اللي عندي. الانسة يا يسرية. يسرية. في ايه يا سعادة البيه؟ ايه اللي حصل؟ جايبين يا صورة بيه المرة دي. البراءة طيح. اعملك همة، اسحب. خش. ده مش هتخش يا استاذ، الفيلم بتاعنا بقى له ربع ساعة. بعد اذنك اتفضل. الو، انا علاء. دي بضاعة عاملة تعملها فيا يسرية، ملطوع قدام باب السينما بقالي 3 ساعات، ده غير التذكرتين اللي انا غرمتهم. ايه اللي حصل؟ مسافة السكة وجاي لك حالا. اللي انت بتقوله ده يا عم. يسرية اتخطفت يا علاء. معقولة؟ هو ده اللي حصل. ازاي؟ هي محفظة ولا عربية بتتسرق؟ دي بني ادمة. ازاي ده حصل؟ حصل. وحضرتك عملت ايه؟ صرفت ازاي؟ كلمت البوليس؟ ارجوك يا ابني بهدوء عشان اعرف افكر. طب واللي خطفوها دول عاوزين منك ايه؟ عاوزين كام؟ كل ما املك يا علاء يا ابني. خلاص اديهم اللي يطلبوه، كل اللي هم عاوزينه، اديهم اي حاجة، كل حاجة. انت مش فاهمني يا علاء، القضية مش قضية فلوس يا ابني. امال قضية ايه؟ ما هو لازم افهم. افهمك. عندي قضية بكرة مطلوب مني ان انا احكم فيها بالبراءة علشان يسرية ترجع. خلاص احكم لهم بالبراءة. بتقول ايه يا ولد؟ انا بحكم بالقانون. قانون ايه يا عمي؟ انا بكلمك عن يسرية بنتك، كلمة ممكن ترجعها وكلمة ممكن تضيعها. لا يا ابني لا، معنى كده ان الحياة تبقى غابة والكبير ياكل الصغير. الشعارات دي ما بقتش تنفع. احكم له بالبراءة، هيطلع وهيرجع ينقبض عليه تاني.
لكن يسرية لو راحت مش هترجع. والعدالة والأمانة والشرف المهنة كل ده انتهى، ما بقاش لا في أمانة ولا عدالة ولا حتى قانون. ممكن أعرف حضرتك هتعمل إيه؟ بكرة ازيك دلوقتي؟ لو سمحت من فضلك، انا كنت عايزه اعرف انتوا عايزين مني ايه؟ ولا حاجة أبدا، كل خير. أنت مش فاتحة التلفزيون ليه؟ ده الليلة في حتة فيلم هيعجبك قوي. انا عايزه اعرف انتوا جايبيني هنا ليه؟ ولا حاجة يا حبيبتي ولا حاجة. عايزينك تقعدي معانا يومين 3 وترجعي البابي بالسلامة. المهم دلوقتي يلا كلي. انا مش عايزه اكل. خلاص بلاش على كيفك. الله، حلوة قوي 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 السلسلة دي، ممكن تديها لي؟ لا ارجوك، السلسله دي بتاعت ماما. عشان خاطري انت اللي هتديها لي بايدك، والا كمان ايه؟ بحسب الظهر ده ليه؟ بعد اذنك. في حاجة كمان دي؟ لا طمني يا استاذ ثروت، الهي طمن قلبك. بقول لك اطمن، القاضي بقى لعبة في ايدينا. يعني خد المعلومة؟ انت غالي عندنا قوي، ومعلومك غالي قوي قوي قوي. يعني بلع ولا لا؟ بقول لك اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي. براءة يعني براءة. محكمة. نادي على القضية الأولى.
حكمت المحكمة حضوريا على المتهم السيد عبد العزيز وشهرته سيد دعبس بالأشغال الشاقة المؤبدة مع الشغل والنفاذ. الراجل المتهم ده بره. ما كده يا استاذ ولد. طبعا انا هوريك. انا هوريكم كلكم. زي ما يضيعش لوحده. انا هضيعكم كلكم. انا هضيعكم كلكم. انا هضيعكم كلكم. انا هضيعكم كلكم. نادي على القضية الثانية. اللي انت عملته ده يا سيادة المستشار. أنا عملت ما يمليه علي ضميري. انت قتلت يسرية بنتك. أنا حكمت بالقيم والمبادئ. والقيم والمبادئ دي تيجي ايه قدام حياة يسرية؟ يا ريتك قبلت الرشوة وسكت. ويسرية ما فكرتش ايه اللي ممكن يجرى ليسرية؟ أحيانا يا ابني الإنسان بيضطر يضحي بأغلى شيء في حياته. علاء يا ابني المبادئ والقيم تبقى أغلى من حياة الإنسان. يلا على فين؟ أنا اديت القانون حقه ودلوقتي جاء دور القانون يديني حقي. جنسه ايه القاضي ده؟ اكيد مش بني ادم. انا كنت فاهم ان العمليه هتخلص في المحكمه وخلاص. على كل حال انا مجهز الرجاله وقلت اجيلك الاول. ايوه صوت بس انا ايوه سعاده البيه. لا عرفت. ايوه لا اطمن سعادتك على الاخر. ما تحملش هم ابدا. انا عامل حسابي هتصرف. اطمن. تحت امرك يا سعاده البيه. ايوه مع السلامه يا فندم. ثروت اتصرف. بقى السيد دعبس مش هيضيع لوحده. الحادث ده خطير جدا لدرجة ان كبار المسؤولين لسه متصلين بيا دلوقتي حالا. السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل. العصابة دي لازم تقبضوا عليها، وبنت سيادة المستشار لازم ترجع له سليمة وبأقصى سرعة. لو سمحت يا سيادة المستشار، سيادتك ليه ما سبتش القضية او حولتها على دايرة تانية؟ ليه اصريت على نظر القضية على الرغم من خطف بنتك؟ يسرية انخطفت قبل الجلسة ب24 ساعة، وواجبي كان يحتم عليا اني لازم اواجه الموقف، واللي حصل لي ده ممكن كان يحصل لاي قاضي اخر. يا فندم كان ممكن سيادتك اجلت الحكم في القضية دي شوية عشان احنا كمان يبقى عندنا وقت ونتصرف. يا ست اللواء، انا اصدرت حكم عادل حسب القانون، ودلوقتي بطلب يسرية بنتي حسب القانون ايضا. يا كمال بيه اهدى وتأكد اننا هنعمل كل اللي في وسعنا. يهدى ازاي بس يا فندم وبنته مخطوفه وانتوا بتتكلموا عن القانون؟ ولا حد فيكم عمل حاجه ولا حد فيكم اتحرك. علاء، خاطب يسرية بنتي.
انا اسف جدا. الراجل اللي حاول يرشي سيادتك اللي اسمه عبد العظيم ابو المعاطي، سيادتك تعرفه؟ انا اول مرة اشوفه في حياتي، واكيد ما هواش ده اسمه الحقيقي. على كل حال احنا هنستصدر امر قضائي بمراقبه تليفونك، جايز يتصلوا بيك، ده بعد اذن سيادتك. اتفضل. سيد دعبس اول ما صدر عليه الحكم كان بيزعق ويهدد واحد اسمه ثروت. ثروت ايه؟ معرفش، كل اللي انا فاكره كان بيقول له هوريك يا ثروت. لا هوريكم يا ثروت، ده اللي كان بيقوله له. معنى كده يا فندم ان وراه ناس كتير، وده واضح كويس قوي من حجم الرشوه اللي اتقدمت وعمليه التخطيط للخطف. بس المهم يطلع مين ثروت ده؟ اعتقد اللي ممكن يدلكم على ثروت ده المتهم سيد دعبس. معلم سيد دعبس، تعال. اركب يا عمو. الحمد لله على السلامة يا معلم. الله يسلمك. عرفت بقى ان كلمة المعلم الكبير زي حد السيف واشد كمان، ربنا يخليه لنا ويعلي مراتبه. وخليك يا حبيبي، اركب. تقول ايه؟ ايه؟ هو حصل ايه بالظبط؟ ازاي؟ اتعمل كمين لعربية السجن يا فندم بواسطة عربية نقل مسروقة، وحصل اعتراض وهجوم مسلح، وتم خطف السجين سيد دعبس. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده نص البلاغ اللي جالنا. والكلام ده عندنا هنا في مصر؟ اسمع يا معتز، انا عايزك تجيب لي كل الناس اللي على صله باللي اسمه دعبس ده حالا.
كفايه. وادي عطوه، اول ما البوليس ورجالته يبطلوا تفتيش شوف حضراتهم يشربوا ايه. انت دنيا؟ امال اخرة. رد كويس. لما تكلمني انت كويس ارد انا كويس. تسمح تفهمني بهدلتوا كيان القهوه كده ليه؟ عندي امر بالتفتيش. وماله؟ واذا كنت تحب تفتشني فتشني، بس يا خساره انت ما تنفعش. لازم تكون واحده ست، ولازم انا اتاكد انها واحده ست. احسن يكون مخبر ومتنكر في زي حرمه. ما لناش حاجه يا فندم. يعني فاكرين هتلاقوا فيها ايه؟ قهوتنا قهوه محترمه، ولما البوليس يكبس عليها كل ساعه والتانيه سمعتها تبوظ. يا سعاده البيت احنا ناس ولاد حلال وبناكل لقمتنا بعرق جبيننا. اتفضلي معايا. على فين تاني؟ هناك هتعرفي. تحت امرك يا سعاده البيت. ما تخافوش يا رجاله، راجعه لكم حالا. اقعدوا استريحوا مسافه السكه. وادي عطوه. ايوه يا معلمه. خلي بالك من القهوه على بال ما ارجع. اتفضل يا حضره الظابط. نفر وكوبايه كوبايه يا معلمه. الحمد لله على السلامه يا السيد. الله يسلمك. شفت ان الراجل الكبير عند كلمته ازاي؟ اشكرني سعادتك. انا خدامه. انا خدام الراجل اللي يحمي رجالته. انا خدام الكبار. بس بقى عايز حته اسافر فيها الدار لحد الحكايه ما تهدى. طبعا ده سعادته امرني ان انا اريحك الراحه اللي هي الراحه الابديه. ثروت ريح يا ثروت. ده انا سيد. ده انا الخدام. مع السلامه يا خدام. بقول يا سعاده البيه، البت اللي هناك دي عايزين نخلص منها هي كمان عشان شغلنا كله يبقى في تمام النظافه. انا من رايي ان ده احسن حل، بس برضه لازم ناخد راي سعاده البيه الاول. اسمع يا ثروت، انا عايزك تعمل للقاضي تليفون من اي حته وتقول له ان بنته مقتوله، وتدله على المكان اللي هترموا فيه الشوال ده. اهو نهزه شويه. وماله يا بيه؟ نهزه. انت تعرفي سيد جالس؟ طبعا يا سعاده البيت، كان جوزي على سنه الله ورسوله. وطلقك ليه؟ الطلاق زي جواز سعاده البيت من غير سبب. ويا ترى اتجوزك برضه من غير سبب؟ لا يا سعاده البيت، اتجوزني لما كان بيحبني وطلقني لما حب غيري. لكن المعلم سيد ده راجل صاحب مزاج وبيعز الستات قوي. بيعز الستات قوي. انت عندك قهوه مش كده؟ طبعا يا سعاده البيت. والقهوه دي بقى ورثاها ولا شارياها؟ يا سعاده البيت انا عايز اعرف احنا فين بالظبط. مش احنا برضو في المباحث ولا في مصلحه الاموال المقرره؟ لا يا سعاده البيت، القهوه شارياها من 6 سنين. جبت فلوس القهوه دي منين؟ الحمد لله. مش موظفه في شركه عشان اختلس، ولا مدير هيئه عشان اخد عموله. تبقي جبتيها من المخدرات يا دنيا؟ مخدرات ايه يا سعاده البيت؟ قهوه بلدي من المخدرات. قهوه بلدي فيها 20 كرسي وكم ترابيزه رجلهم مكسور. من المخدرات. فلوس المخدرات دي تجيب عربيات، عمارات، مكاتب استيراد وتصدير، مش قهوه بلدي يا بيه. طب قولي لي يا دنيا، جبت فلوس القهوه دي منين؟ يا سعاده البيت حضرتك رئيس مباحث وفاهم كل حاجه. طيب اخر مره شفت فيها سيد دارس امتى؟ من ساعه ما اتطلقنا ما نظرتوش يا حبه عين. يعني ما شفتوش خالص؟ لا انا عايز افهم ايه العباره. جايبيني ومشحتفني ومشحططني هنا ليه؟ انا اقول لك جايبينك ليه. سيد دارس هرب النهارده من السجن، ولو عارفه طريقه دلينا عليه احسن لك. انا ست ما بفهمش في الحاجات دي، سيبوني في حالي. الحاجات اللي انتوا عايزين تتعاونوا معاها دول ناس مخصوصين، انا بقى مش منهم. امشي يا سعاده البيت. في ايه يا معتز؟
بتقول ايه؟ سيادة المستشار، إذا سمحت خليك. ده المتهم. دي جثة سيد دعبس يا فندم. اديت خبر للطبيب الشرعي جاي حالا يا فندم. الحمد لله. لو وصلتوا لأي حاجة احنا في البيت. يلا بينا يا عم. سيد دعبس انقتل علشان تتقتل معاه حاجات كتير، أسرار، أسماء، شخصيات كبيرة احتمال أن تراث عنها. معنى كده انه الامل في رجوع يسرية ضعيف؟ ولو يسرية ما رجعش طب انا هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟ هتصرف؟ عمي أيوة. انت بتعيط؟ يا ابني إذا كانش الإنسان يبكي على ضناه هيبكي على إيه تاني؟ عمي أيوة. احنا لازم نتصرف، لازم نعمل حاجة، مش لازم نفضل قاعدين كده. أيوة عندك حق، احنا لازم نتصرف، احنا لازم نعمل حاجة. اهلا 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 كمال بيه. أستاذ ناجي موجود؟ ايوه موجود، اتفضل. سيادة المستشار، ده ايه المفاجأة السعيدة؟ ازيك يا مدير؟ اهلا أنا اتصلت بالمكتب، قالوا لي إن ساعتك مش نازل بعد الظهر، قلت أجيلك شوية. دي خطوة عزيزة يا كمال بيه. قهوه ولا شاي؟ لا ولا حاجة. كمال بيه قهوته مظبوط. حاضر. تحت امرك يا كمال بيه. أستاذ ناجي، أنا جاي وطالب من سيادتك خدمة. شكرا. القضية اللي كنت بتترافع فيها سعادتك النهاردة الخاصة بالمتهم سيد دعبس. مالك؟ يعني لو تكرمت تقدر تقول لي مين اللي كان موكل سيادتك في القضية دي؟ يا كمال بيه سعادتك راجل قانوني وتعرف كويس قوي يعني ايه السر المهني. الضرورات تبيح المحظورات. انا مش فاهم ايه الضرورة ان سيادتك تعرف اسم موكلي، خصوصا ان سعادتك خلاص حكمت في القضية النهارده. يسرية بنتي اتخطفت امبارح. ايه؟ القهوه كمال بيه. شكرا. ايه اللي قلته ده؟ هو اللي حصل يسرية اتخطفت امبارح بعض. ازاي ده يحصل؟ حصل. وسعادتك ليه ما بلغتش؟ بلغت. عارف ساعتك ده بياخد وقته وروتين، وانا كل اللي يهمني البنت، بنتي ترجع سليمه. يسرية في معزة هدى بنتي، بس ايه اللي في ايدي اقدر اعمله؟ تقول لي مين اللي وكل سيادتك في قضيه سيد دعبس؟ وايه علاقة ده بخطف يسرية؟ ما هم اللي خطفوا سيد دعبس وقتلوه، خطفوا بنتي عشان احكم في قضيه سيد دعبس بالبراءه. وسعادتك ليه ما عملتش كده؟ لاني قاضي ولازم احكم بالعدل بالقانون. انا دلوقتي بكلمك بلسان الاب.
عرفت ان المتهم هرب بعد صدور الحكم، وبعد ساعتين لقوا جثته. دي معلومات انا بعرفها من سعادتك لاول مره. انا عايز اعرف انت قابلت القضيه دي ليه؟ لاني محامي. وكنت متاكد انك هتكسبها؟ لا، بس من حق اي متهم انه يكون له محامي يدافع عنه. انا بعرض مجرد وجهه نظر، وفي النهايه الحكم للقاضي. وايه راي سعادتك في الحكم اللي انا اصدرته؟ كان حكم عادل ولا حكم ظالم؟ كالعاده يا كمال بيه، كان حكم عادل. ومن العداله ايضا ان يسريه بنتي ترجع لي، وترجع لي سليمه. باستثناء الانسان اللي قدر يدفع اتعابك هو نفس الانسان اللي هرب سيد دابس من السجن، وهو نفس الانسان اللي قتل سيد دابس، وهو نفس الانسان اللي خطف بنتي يسريه. عشان كده انا لازم اعرف هو مين. ارجوك. الفطار يا حلوة، ورايا، تعالي. لو عملت كده تاني هزعل منك قوي قوي، مفهوم؟ ما تخلينيش يا حلوة اكتفك. اهو كده نبقى حبايب. كون بنت المستشار كمان عايزك تبقى خطيبتك، ده ما يديكش الحق في كتابة الكلام ده كله. انا مش مهتم بالقضيه دي عشان يسريه تبقى خطيبتي، انا اساسا صحفي ودي قضيه راي عام ولازم الجمهور يعرف كل حاجه. هيعرف بس مش بالطريقه دي ومش دلوقتي. امال امتى؟ لما الحكايه تهدى والبوليس رجع يسريه ويقبض على العصابه. فرضنا ان يسريه ما رجعتش وان البوليس ما عرفش يوصل للناس دول، هننشر ساعتها، بس مش بالطريقه دي. مش فاهم. اسمع يا علاء، القضيه دي قضيه راي زي ما قلت، ونشرها بالطريقه دي هيصير بلبله وسط، وانا مش عاوز شوشره في الجرنان. احنا احسن حاجه نستنى لغايه لما الحكايه تهدى، ونعمل زي النعامه اللي بتحط راسها في الرمل عشان الصياد ما يشوفهاش. ان كانت مهمه البوليس مطارده المجرمين فمهمه الصحافه كشفهم للناس. لكن ولا حضرتك نسيت كلامك بتاع زمان؟ هات يا فوزي. فوزي. ايوه يا استاذ. بتنشر المقاله دي بالكامل في صفحه الحوادث حالا يا استاذ. لو ان انا عارف ده هيفتح عليا ابواب جهنم. صباح الخير. صباح الخير. شايف كاتبين ايه؟ انا عايزكم تشددوا الرقابة على كل معارف واصحاب سيد دابس، واللي تشكوا فيه ولو 5% تجروه على هنا عشان يتحقق معاه. عايز رقابات 24 ساعة في ال 24 ساعة، ما تسيبوش حد، حتى القاضي جايز يحاولوا يتصلوا بيه في اي وقت. ولو بنت القاضي دي ما رجعتش في اسرع وقت سليمة، موقفنا هيبقى محرج جدا. دي ما بقتش قضية خطف، دي بقت قضية رأي عام، ويا اما القانون يحترم في البلد دي يا اما. يا لهوي، ايه
ايه اللي بتقوله ده؟ هو ده معلم المكتوب في الجورنال. وتم اكتشاف الجثه بمنطقه مهجوره خارج القاهره وما زال الفاعل مجهولا. لا حول ولا قوة الا بالله. يا خسارتك يا معلم سيد، يا زينة الرجالة. بقى تعرفك في حتة ما فيهاش تاريخ ابن يومين، الله ينعل ابو ده زمن. واد يا عطوة، واد يا عطوة. ايوه يا معلم. تعالى بسرعة، عايزاك تنزل قهوة سادة لكل الزباين، واخد بالك؟ وتروح للمعلم عمران الفراش في محل فراشته، تقول له انا عايزة اوضب لي اسوان عليه القيمة، واخد بالك؟ وتجيب لي مقرئ من اللي بنسمعهم في الراديو يكون بياخد فلوس اكتر من عبد الوهاب، وعايزاك تفوت على الحي واحد واحد ونفر نفر، تقول لهم ان المعلمة دنيا ماتلها عزيز، وان العزا الليلة ولا عزاء للسيدات. ومين اللي ماسك يا معلم؟ وانت مالك انت؟ همة يا واد. فرير. الله يرحمك يا معلم سيد. ادي اللي واخدينه من الدنيا، حتة قطنة ومتر قماش. زول وغير لي على الميه وسيب. صباح الخير يا سعادتك. قريت سعادتك الجرايد؟ البوليس كابس على السوق قوي يا سعاده البيه، مش عارفين نتحرك. انا بقول يعني بنتي دي ايه؟ يا نقتلها ونخلص منها يا نسيبها ترجع لابوها. هو ده الرأي السليم يا سعادة البيه. عمي انت جايبني هنا ليه؟ عشان عزة عبد الواحد هنا. وقدرت توصل لها بسرعه كده؟ يعني في مفاجأة تانية. ايه هي؟ عزة تبقى مرات سيد دعبس. وهي فين؟ في حمام السباحة في الكابينة بتاعتها، هتستحمى وتتشمس وعلى المغرب بتروح. ويا ترى هي عرفت ان سيد دعبس مات؟ الله أعلم. اتفضل سيدي. تعال. صباح الخير. صباح الخير. بعد اذنك ناخد من وقتك شويه. ممكن، بس تعرف انتوا مين الاول؟ اقدم لك المستشار كمال عزت، القاضي اللي حكم على جوزك سيد دعبس بالمؤبد. هو اتحكم عليه خلاص؟ القضيه كانت اول امبارح. ما كانش عندي فكره بميعادها. واضح انك ما جيتيش في المحكمه. مالي انا ومالي المحاكم. عندك حق، وجودك في المحكمة وارتباطك بمجرم خطير زي ده حاجة مش لطيفة بالنسبة لواحدة زيك، مش كده ولا ايه؟ اظن من حقي دلوقتي اطلب الطلاق. مالوش لازمه. سيد دعبس مات. مات؟ اتقتل، هرب من السجن واتقتل. انا اسفه جدا. حضراتكم تشربوا ايه؟ ليمون، برتقال؟ خليك انت هنا، واي حاجه تجد بلغيني بيها. انا رايح العزبه، هديها بخه. اقدر اسال حضرتك سؤال شخصي شويه؟ اعرف ايه هو السؤال الاول؟ انت ليه اتجوزتي سيد دعبس؟ القهوه بتاعت حضرتك هتبرد. سيادة المستشار قصده يقول لك ايه اللي يخلي بنت جماعية ومثقفة زيك تتجوز واحد زي سيد دعبس؟ ده كفاية فرق السن. شوف يا استاذ، انا بقالي 6 سنين في الجامعه ولسه في سنه تانية،
ويا عليم هخلص امتى؟ تفتكر لما اخلص هتوظف بكام؟ يعني اتجوزتيه عشان فلوسه؟ بذمتك مش الجواز احسن من اي حاجه تانية؟ ولا ايه يا ست المستشار؟ انا اسف جدا يا مدام عزه لو كنت ازعجتك بالسؤال ده، بس هو واضح ان حضرتك ما بتحبيش سيد دعبس، كنت عايزه تطلقي منه، ومع ذلك رحتي اتفقتي مع اكبر محامي في البلد ودفعتي له 20,000 جنيه. هما اللي طلبوا مني كده. هما مين؟ صحاب سيد اللي كانوا معاه. اسمائهم ايه؟ عناوينهم؟ اي حاجه توصلنا ليهم. حضرتك قلت لي انت مين بالظبط؟ الاستاذ علاء صحفي. انتوا مش حكمت عليه خلاص ومات؟ عايزين ايه تاني؟ انا بنتي مخطوفه واللي خطفوها شركاء سيد دعبس. انا مش عاوز منهم لكن عايز بنتي. ما اقدرش اساعدك في الموضوع ده لاني ما اعرفش حد منهم. في واحد اتصل بيا بالتليفون وقال لي ان اسمه توفيق. توفيق ولا ثروت؟ لا توفيق، واداني عنوان المحامي وبعت لي الفلوس. توفيق ايه؟ انا ما اعرفش اسمه بالظبط، بس على كل حال وداني نمره تليفونه لاني لو احتجت اي حاجه اتصل بيه على طول. كام النمره لو سمحتي يا هي مش معايا دلوقتي، بس ممكن تعدي عليا في البيت بعد الساعه 8 ممكن اديها لك. ممكن من فضلك تدينا عنوان؟ قوي قوي، بس معاك قلم؟ عمي ايوه يا ابني. الساعة قربت على 8. طيب يلا يلا. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ايه اللي انا شايفاه ده يا واد عاطف؟ في ايه مش عاجبك يا معلم؟ السوان فاضي والموجودين مباحث والشيخ مش عارف يقرا والناس خايفه تعزي. طب مش كانوا يقولوا لنا انهم هيشرفوا عشان نقول لاهل الحته يجوا يعزوا بالفيش والتشبيه؟ وانا في ايدي ايه اعمله يا معلم؟ مفيش. باقي في حياتك يا دنيا. عيتك الباقي يا سعاده البيت. انا شايفك مهتميه قوي بالمرحوم. ما هو زي ما عاش في عز لازم يموت في عز. فعلا الظاهر كان في ناس كتير قوي بتعزه. المباحث كلها هنا. يا ترى مين موجود في مديريه الامن؟ مش عرفك انهم مباحث ومخبرين يا دنيا؟ سعاده البيت انا ست متلطمه، شفت عساكر وشفت بوليس والمباحث كانت وراه وهو حي، مش معقول تفضل وراه كمان وهو ميت. يا سعاده البيت خليهم يمشوا، احترام الميت واجب. طيب يا دنيا انا همشيهم، بس بقولك ايه، ما تتعاوني معانا احسن. يا سعاده البيت انا لما رحت لحضرتك في المكتب قلت لك على كل حاجه، مش معقول اتعاون على حاجه ما اعرفهاش. على راحتك يا دنيا. قهوه ساده لسعاده البيت. وادي عطوه. ايوه يا معلم. قول لسيدنا الشيخ ما يقراش ربع لغايه ما دول يمشوا، احسن لو قرا الربع ودول هنا هيفضلوا كاتمين على نفسنا لحد الصبح. حاضر يا معلم.
مدام عزة. مدام عزة. بسيطة الحمد لله. علاء فين سيادة المستشار؟ فوق. سيادة المستشار. سيادة المستشار. سيادة المستشار. لا يا ثروت، احنا ما اتفقناش على القتل. ما كانش فيه قدامنا غير كده. بس كده غلط. احنا كل مره بنضرب ضربتنا ونختفي من غير عنف، المره دي ايدينا كلها بقت دم. مش دي اوامر سعادته؟ لا، اوامر سعادته اننا نشغل البوليس لحد ما نوزع البضاعه. بس القاضي ده وخطيب بنته اللي طلعوا لنا ما اعرفش منين ما كانش معمول حسابهم. تحب نخلص منهم هما كمان؟ لا، انا هكلم البيت واخد رايه الاول. اسمع، انا طالع العزبه بكره بدري، حصلني انت وبقيه الرجاله وهنشوف هنتصرف ازاي. ايش يا شويه يا حنفي؟ حنفي حنفي يا ابو ضبه ايه اللي حصل لك ده؟ البنت هربت البنت هربت هربت يا نهار اسود.
هيحصل لو ما اعترضش على البنت ديت؟ هد نفسك يا حنفي هنلاقيها. ما هي لو وصلت الطريق الزراعي عليها عوض فينا كلنا، اي عربيه هتوصلها لاقرب نقطه بوليس. الموت اقرب لها من الطريق الزراعي. يلا بينا يلا. لو سمحت وصلني لأقرب نقطة مرور. لا لا ما توقفش. ليه؟ ليه وقفت ليه بس؟ أرجوك اطلع. خشوا هتروحي مني فين؟ ما اللي عملتيه ولا حركه. أنسة يسرية بلاش الحركات دي عشان مصلحتك، مفهوم؟ صباح النور يا معلمة. انت يا واد المجهول ده دماغي بتوجعني. حاضر يا معلمة. اتفضلي. بقول لك ايه؟ ادي المخبر ده شاي وكل مشاريب البوليس على حساب القهوه. حاضر يا معلمة. يلا. تشرب ايه يا حسون؟ صون ايه يا جدع انت؟ انا راجل على باب الله. ايه؟ نعم يا عمر، عليا النعمه انك مخبر. روح قول لحضره الضابط اللي بعتك ان المعلمه دنيا قالت الحقيقه وبس، ويبطل مراقبه عني. كنا عاوزين نشرب قهوه يا معلمه ونستريح. روح اشربها في المحافظه يا خايف. حاضر. وانت روح يلا في حته تانيه. يا معلمة. اصل انا بتجيلي حساسيه من ناحيه المخبرين، كل ما اشوف مخبر يركبني 100 عفريت. ربنا يكفينا شرهم هم اولاد الحرام. طب روق انت القهوه. حاضر. تشربوا ايه؟ وعندك 2 شاي في ال50 وصايع. تشرب ايه؟ تسلم تعيش. اهلا اهلا. اتفضلوا. في ينسون وكاكاو وحلبة حصى وسحلب. احنا عاوزين معلمة دنيا. ليه؟ لا مؤاخذة يا بيه، ليه يعني؟ ولا مين يعني؟ وادي عطل. ايوه يا معلم. اخلع انت يا وادي عطل. اهلا وسهلا بالبهوات. اهلا بيك. باقي في حياتك. في حياتك الباقيه يا سعاده البيه. ولو ان المرحوم سيد كان يستاهل ان حضرتك تشرفه بالصوان، لكن الحمد لله الحمد لله مستوره. هي دي مستورة. الصوان والعزا والخارجه انا عيني مليانه والحمد لله. حضرتك عارفه احنا جايين ليه يا ست الدنيا؟ ومش عايز اعرف. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. لا عايز اعرف انتوا مين ولا البوليس مين، وكل حي يروح لحاله. خالتي وخالتك وتفرقوا الخلايا. انت بتقولي ايه يا ست انت؟ استنى انت يا علاء. ايه مباحث تاني؟ لا 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 يا ست الدنيا، احنا مش مباحث، احنا زيك بالظبط، وعاوزين نعرف مين اللي قتلوا سيد دعبس علشان هما اللي خطفوا بنتي. بنتك؟ هو حضرتك لا مؤاخذه تطلع مين بالظبط؟ انا القاضي اللي حكم على سيد دعبس للسجن 25 سنه. واحنا جايين لك عشان تساعدينا يا معلمة دنيا. ما هو انت بقى القاضي اللي حكم على دعبس بالحبس وكنت السبب في موته وفي قتله، وجايين دلوقتي عشان اساعدكم؟ يا سلام يا ولاد على الدنيا، تحوج اللي مش محتاجين للمحتاج. ارجوكي تسمعينا الاول يا معلمة. اسمع ايه ونيلة ايه بقى وزفت ايه؟ ضيعت الراجل وضيعت بنتك. انا عملت الواجب اللي عليا، اذا كان جوزك انقتل فحرام بنتي تموت كمان. لو تقدري تساعدينا بأي معلومة نتوصل بيها ليسرية هيبقى جميل، مش هننساهولك طول العمر. هي بنتك اسمها يسرية يا سي القاضي؟ ايوه، وحيدة. وامها؟ امها توفت من حوالي 5 سنوات. يا كبت يا بنتي. يا معلمة دنيا أرجوكي عاوزين نعرف أي معلومة عن الناس اللي كانت بتشتغل مع سيد دعبس، وتأكدي إن كل اللي هنقوله هنا هيفضل سر بيننا وبينك. شو
شوف يا سيدنا الافندي، انا كل اللي اعرفه قلته للبوليس. انا ست غلبانه وفي حالي، وبصريح العباره كده شوفوا لكم حد تاني يكون مسنود هو اللي يقول. لكن يا معلمه لا، احنا مش هنتقل عليكي اكتر من كده. الكارت بتاعي اهو، في عنواني وفي تليفوني، اذا عرفتي اي حاجه يا ريت تتصل بينا، يبقى كتر الف خيرك. يلا على ايه؟ لو يسرية جرالها حاجه هيبقى ذنبها في رقبتك. الو. ايوه يا بنتي، مكتب وزير الطاقه. طب وصليني بيه. الو. ايوه يا فندم، انا رئيس التحرير. اهلا يا فندم. لا انا مش وزير الطاقه ولا حاجه، انا فاعل خير. بتكلم بخصوص بنت القاضي المخطوفه. هي موجوده دلوقتي في معرض النعوري للادوات المنزليه. مين بيتكلم؟ الو. الو يا منى، اطلبي لي مديريه الامن بسرعه، وشوفي لي علاء، هاتولي من اي حته. وصلت لحاجة؟ الحقيقة لسه. انت ازاي دراعك دلوقتي؟ الحمد لله احسن. حد اتصل بسياده المستشار؟ زمان مستنينا في مكتب حضرة الضابط طارق. في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بدور على ايه؟ على مهلك دي في ناس. في ايه يا سعادة البيه؟ في ايه؟ معانا امر من النيابة بالتفتيش. التفتيش ليه يا بيه؟ دي شركة محترمة. والتفتيش مش هيقلل من احترام الشركة. ايوه بيه، ما قلناش حاجة، بس برضه هيعمل لغط يعني بين الناس، يعني هيقولوا بيفتشوا ليه وبتاع. خلاص هم بيتفتشوا على ايه يا بيه؟ يعني مش عارف يا نعوري بيه. نهاري بيه، اهلا وسهلا يا بيه. انت حضرتك عارفني؟ سلامة ايدك يا بيه، الف سلامة. البيه مع حضرتك؟ الفجر ده مش شغلك يعني. ايوه بيه، بس بتفتشوا على ايه؟ هي فزوره؟ كل شيء هنا تمام يا بيه، الفواتير سليمه، مخلصات الجمارك سليمه، كل شيء تمام يا بيه. ايه يا فندم؟ ايه ده يا بيه؟ هو ده الخيط اللي هيوصلنا لليسريه. اذا كان ده الخيط خدوه اذا كان هيوصلكم للسيه. والله العظيم بريء يا سعاده البيه، والله العظيم بريء يا بيه. انا عايز محامي يا بيه، انا عايز محامي، انا مش فاهم. ما تتكلم انا عمري. قول لنا البنت فين؟ بنت يا بيه، والله ما اعرف اي بنت يا بيه. بنت مين يا بيه؟ واظن كمان هتقول ما تعرفش حاجه عن سيد دابس. سيد يا بيه؟ سيد دابس. دابس والله العظيم ما اعرفه يا بيه، والله العظيم ما اعرفه. نعوري. ايوه بيه. قول لنا يا اخويا مين شركائك؟ شركاء يا بيه، المعرض بتاعي لوحدي يا بيه. انا عارف ان المعرض بتاعك لوحدك. ايوه بيه. انا بكلمك على تهريب المخدرات. شركائك في تهريب المخدرات اللي قفشناها عندك في الثلاجات. بريء يا بيه، والله العظيم بريء يا بيه، والله العظيم ما اعرفش اي حاجه، والله العظيم يا بيه. انا عايز المحامي بتاعي، انا راجل شريف يا سعاده البيه، انا شاري الثلاجات دي بحالتها والله العظيم يا سعاده البيه. اشتريتي من الشركه اللي انتجتها يا بيه، ومعايا الفواتير اللي تثبت الكلام ده يا بيه، وشرفك يا بيه. مالكش دعوه بشرفي. حاضر يا سعاده البيه. هي الشركات العالميه لما بتنتج ثلاجات بتبطنها بالحشيش والافيون، انا عوري ولا ايه؟ والله كانت مفاجاه ليا يا بيه، زي ما هي مفاجاه لحضرتك يا بيه. يعني مصمم على الانكار. انكار ايه يا بيه؟ هو الحقيقه دلوقتي سموها انكار يا بيه. ولسه برضه مصمم انك انت ما تعرفش مكان يسريه. والله العظيم عمري ما سمعت بالاسم ده يا سعاده البيه. كذاب كذاب يا بيه. فين الوصيه؟ مش عندي. فين الوصيه؟ كده علامه ما اسمع بقول لك، اللي بتعمله ده تصرف غير قانوني وانا ممكن اجازيك عليه. البني ادم ده متهم يفضل بريء لغايه لما نثبت اذا كان مجرم ولا لا. بطل عصبيه عشان تشوف شغلنا. دول عصابه، لو مش هو اللي خطفها يبقى هيعرف مين اللي خطفوها. لا مش كده بقى. شوف يا استاذ، انا كقاضي اقدر اقول لحضرتك مبروك، انت بريء. انت عارف المحامي بتاعك هيقول ايه؟ المحامي بتاعك هيقول ان الثلاجات بيجي فيها المخدرات مهربه من بره بدون علمك طبعا. صح يا صح. وان العملاء بتيجي تشتري الثلاجات وانت ما تعرفش جواها ايه. صح يا سعاده البيه، انا مش عايز المحامي بتاعي. بس المره دي بقى لا. ليه؟
لان المجني عليها تبقى بنتي. فاهم يعني ايه بنتي؟ اذا كان القانون بيحميك دلوقتي، القانون مش هيحميك على طول الا اذا قلت لي كل حاجه تعرفها، والا بشرفي هقتلك. انا هتكلم يا سعاده البيه، احنا هنتكلم. والله يا بيه انا ليا شركاء صحيح يا بيه وهحول عليهم، بس انا بنت حضرتك يا بيه، بنت سعادتك ما اعرفهاش، والله العظيم ما اعرفها يا بيه. شركائك اساميهم وعناوينهم بسرعه. تعالى معاك. امشي بس على مكانك. اتفضل معاك. معقول؟ اتفضل معاك. عاوزين مني ايه؟ ايه ده؟ معقول؟ ثروت. ايوه. عربيات جاهزه؟ جاهزه. البضاعه تجيبوها من المخزن وتتوزع الليله دي طوالي، واتصل بالتجار قول لهم السعر بقى دبل. البوليس مفتح قوي، ده مش عاتق حد اللي من دول. ثم ان السوق مليان، يبقى لازمته ايه هنا يرفع السعر؟ مالكش دعوه انت لا بالسوق ولا بالبوليس ولا بالسعر، انت تشوف شغلك وبس، وتسيبني كمان انا اشوف شغلي. البضاعه تتحمل دلوقتي وتستنوا مني تليفون، اول ما اتصل بيكوا تغرقوا بيها السوق، مفهوم؟ امرك يا توفيق بيه، امرك. نغرق السوق. اتحرك مكانه. قول ارفع ايديك فوق. اقعد مكانك. خشوا حرصوا لي الكوزه والحجاره واي حاجه تلاقوها معاهم. يعني ما تعرفش اي حاجه عن اليسريه؟ والله ما اعرف يا بيه. حش خطف لا فالح اخويا. خدوه لقحوه في الحجز لغايه الصبح ما يتعرض على النيابه. ده هو اللي بعده. تعال يا اخويا. ايوه يا ثروت، اتحرك. ماشي. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا ريس. يلا بينا. ورايا. ايه القلعه؟ اصحى معايا. ايه اللي هتصحيح؟ وجب. اصحى. اقفل. مصر الجديدة. اطلع. اهلا يا ثروت بيه. استلم الحصة بتاعتك يا معلم هريدي، ويكون في علمك سعر الفاكهة غلي 200%. ليه بس كده يا ثروت بيه؟ بلاش. رجع كراتيني هنا. ما تزعلش يا سعاده البيه. 200 ما تزعلش، الغالي عليا وعلى الزبون. اهو كده تعجب.
الخبر ده يتنشر صفحة أولى منشط كبير. حاضر. والخبرين دول يتنشروا في صفحة الحوادث. حاضر. يلا أوامر. حالا. مفيش أخبار عن يسرية؟ لا. وأخبار سيادة المستشار إيه؟ الله يكون في عونه. ست دنيا. اهلا يا سعاده البيه. اهلا بيكي، اتفضلي. يزيد فضلك يا سعاده البيه. اللهم صل على النبي، ربنا يجعله عامر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ربنا يجعله عامر. الله، مش دي تصويره المحروسه بنتك؟ ايوه يا ست دنيا. اسم الله عليها زي القمر. مخطوبه وفرحها كان الشهر اللي جاي. اتفضلي حضرتك استريحي. ربنا يطمن قلبك عليها ويرجعها لك بالسلامه يا رب. ايوه. صلي على النبي يا سعاده البيه. عليه الصلاه والسلام. بقى لما حضرتك جيتني انت وسيلافندي سي علاء، قلت يا بنت تقولي ولا ما تقوليش، مخي قاعد يجيب ويودي. كويس. وبعدين يا سعاده البيه، لما شفت تصويره المحروسه بنتك في الجورنال وقريت اللي مكتوب على مرات السيد التانية، قلت ما بدهاش، لازم تقولي يا بنت. مش صح برضو كده يا سعاده البيه؟ صح. صح يا دنيا. هي العزومه. عزومه؟ عزومه ايه؟ العزومه اللي سي السيد قال لي اعمليها يا بنت يا دنيا لواحد من الكبارات قوي اللي لحم كتافنا من خيرهم. اسمه ايه؟ توفيق يا بيه. توفيق. توفيق ايه؟ توفيق بيه يا بيه. لا مؤاخذة، اقصد يعني اسم العيلة يعني. معرفش، الكدبه خيبه يا سعاده البيه، لكن سي السيد هو بيعزم عليه بالاكل. أيوة. ما كانش بيقول له كل يا توفيق بيه، لا، ده كان بيقول له كل يا سياده النايب، كل يا نصير المظلومين، كل يا حبيب العمال، وكانوا يقعدوا يضحكوا هما الاثنين. الله، انا افهم من كلامك ده ان توفيق عضو في مجلس الشعب. لا يا سعاده البيه، ما كانش لسه رشح نفسه في الانتخابات الكبيره دي بتاعه الطبل والزمر والزيطه والزنبليطه واليافط القماش. عرفت ازاي يا ست دنيا؟ سي السيد هو اللي قال. بقول لك ايه يا ست نعم. دنيا؟ هو كان مترشح في انه دايره يا ست دنيا؟ ما اعرفش يا سعاده البيه. طيب هو نجح في الانتخابات ولا ما نجحش؟ كانت عزومه مهببه بعيد عنك. بعدها سيد طلقني، لا شفت ده ولا ده، ما اعرفش اذا كان نجح ولا سقط. طيب ما قلتيش الكلام ده للبوليس ليه؟ يا بيه انا ست في حالي وما بحبش الكلام ده. لا، ما هو لو كل واحد عرف حاجه وقالها للبوليس ما كانش بقى ده حالنا يا ست دنيا. انا عايزك تقولي للبوليس كل اللي قلته لي. لازم يعني؟ من فضلك، والا اللي حصل لمرات السيد التانية ممكن يحصل لبنتي. يا مسكتي؟ ايوه. امرك يا سعاده البيه. انا توفيق بيه. صباح الخير يا سعاده البيه. الف مبروك يا فندم. واحد من المهندسين قال لي ما فاضلش الا 3 ادوار بس، ومبروك مره تانية. البوليس شرب الطعم
وقبض على اكبر منافس لينا. البلد ما بقاش فيها غيرنا يا باشا، ورفعنا السعر بنسبة 200%. بس المشكلة دلوقتي يا فندم بنت القاضي. لو سعادتك تريحني وتقول لي اقتلها، وصحيح في اتفاق بينا ان مفيش دم الا في حالات الضرورة القصوى، بس دي حالة منهم يا فندم، زي حالة سيد دعبس بالظبط. قلت ايه سعادتك؟ خلاص اللي تشوفه سعادتك. انا هنزل بقى يا فندم عشان بدوخ من الادوار العليا. خد يا دنيا، عايزك تفرزي الصور دي وتدققي فيها كويس وعلى مهلك، يمكن يطلع حد تكوني تعرفيه. حاضر. انا مش فاهم ايه دخل الانتخابات بعصابه مجرمين زي دول؟ هم مهتمين قوي بسياسه البلد يعني؟ الاهتمام يا ابني مش بالسياسة، الاهتمام بالحصانة البرلمانية. طب والحصانه البرلمانيه دي هتفيدهم بايه؟ لا، تفيدهم كتير. الواحد من دول ما شاء الله يسافر الخارج رايح جاي من غير ما تتفتح له ولا شنطة. بس ده تفكير راقي جدا عشان مهارب مخدرات. ومين قال ان المهارب مخدرات ما هوش راجل؟ ده راكب مرسيدس وعايش في مكاتب مكيفة وبيسافر كل سنة يصيف في باريس. امال ايه؟ اهو يا سعادة البيت تصويرته اهي. انت متأكدة يا دنيا؟ هو بعينه يا سعادة البيت، هو ده توفيق. توفيق فهمي سالم محمود دياب، اسم الشهرة فهمي دياب، المهنة صاحب شركة تصدير واصدارات، مرشح عن العمال والفلاحين. عنوانه لو سمحت. لا معلش، دي مهمتنا احنا يا سيادة المستشار. لا اعتقد انه من حقي هذا. ايوه من حقك، بس انت عملت اللي عليك واكتر. ارجوك سيبنا بقى نشوف شغلنا. يلا بينا يا معلم. اتفضل يا عم. فوتكم بعافيه يا بهوات. مع السلامة. طلع استيراد وتصدير يا اخويا، الحمد لله ربنا ظهر الحق. وراهم يا معتز. حاضر. انت متأكد من اللي انت بتقوله؟ طب قابلنا عند القهوة بعد نص ساعة، انا هتصرف. دنيا بنت الكلب خدت القاضي وراح مديرية الامن، كان لازم نخلص منها من زمان. وانت رايح فين دلوقتي؟ راح اصفي حسابي معاها، وانت خد الفلوس وسبقنا على العزبة جاي وراك. الو، صباح الخير يا سعادة البيه. ايوه، انا عندي اخبار مش كويسه. ها؟ انا ثروت يا فندم. اخبار وحشه بخصوص توفيق. انا تحت امرك يا سعادة البيه. ايوه واحد جاي. ايوه جاي لك اهو. ايوه ليه؟ ايوه شاي ولا قهوه ولا كسوسه ولا شاي شاي. كتر خيرك يا سعادة البيت، كفايه لحد هنا. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ست دنيا. ربنا يخليك يا سعادة البيت. شكرا جدا. ربنا يطمن قلبك عليها ويرجعها لكم بالسلامه ان شاء الله، وساعتها ازور وبارك وهني بقى. ده ضروري ان شاء الله. فوتكم بعافيه. الف سلامه. يلا. ده الفل يا رجاله، ده الفل. توفيق بيه. دنيا غدارة. معلمة معلمة.
معلمة ما بتردش ليه يا معلمة؟ خلاص ماتت، ما عادش قوة المعلمة دنيا، خلاص قتلوها في وسطكم. انا غسل لك كوبايات كوباية يا معلمة، ما عادش شاي ولا قهوة ولا أي حاجة يا معلمة، خلاص عايش ازاي من بعدك يا معلمة؟ قتلتوها يا مجرمين يا لا يا ولاد يا ولاد قول لي فاهم الجبل ايه فين؟ انت اتكلم يا ولد. ده العنوان اللي اداهولنا يا فندم. طب جهز هو عشان تحاكم يلا بسرعه. لكن يا فندم ما فيش امر من النيابه. نفذ الامر يا حضرتك على مسؤوليتي الشخصيه. اتفضل يا معتز ولا عايز انا جاي معاك. ايوه بس انا جاي معاك. يا توفيق ثروت هات شنطة الفلوس وخلص على البنت، احنا كشفنا يا ثروت. اتحرك يا اخي. شنطة الفلوس ويسرية زمانهم دلوقتي عند سعادة البيه، وسعادة البيه أصدر أوامره عليك يا سعادة البيه. انت بتخرف تقول ايه؟ أنا ايوه دي أوامر سعادة البيه. اديله بخ. هو الورادات اللي احنا بنشتغل عنده سلط القروض على بعضيها ولا ايه؟ اما انا كنت حته دين غبي. ثروت الله يرحمك يا توفيق. ثروت سلم نفسك انت وهو، المكان محاصر، مفيش داعي لاي مقاومه. محدش يضرب، انا عندي حصانه، انا فاهم جاب، انا فاهم يسرية بنتي فين؟ بنتك مش هنا سعادة البيه. امال فين؟ بنتك
بنتك بخير. هي فين؟ هي فين؟ اتكلم. عند سعادة البيه. بمين؟ اتكلم. ايه؟ سيادة المستشار، ده ايه المفاجأة السعيدة دي؟ هي مفاجأة فعلا. انا بقالي ساعة بحاول اتصل بيك. يا سيدي الف مبروك، يسريها رجعت. يسرية وصلت البيت عندك من شوية يا سيادة المستشار. اظن دلوقتي هديت واستريحت. أنا بشكرك جدا يا ناجي إنك حافظت على بنتي وما قتلتهاش، لأنك عارف إن أنا ما كنتش هسكت. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا كمال بيه؟ أستاذ ناجي، كل حاجة اتعرفت واللعبة خلاص انتهت. لعبة؟ لعبة ايه؟ انا مش فاهم حاجة. مش يسرية رجعت لك يا جمال بيه؟ القضية مش قضية يسرية يا ناجي، القضية قضية سيد دعبس وعزة ودنيا، وقضية الناس الطيبين اللي انت بتقتلهم بالسموم اللي بتتاجر بيها. ده اتهام خطير، خصوصا انه من غير دليل. لا، الدليل موجود. توفيق، أو بالأصح فهم دياب، قبل ما يموت اعترف بكل حاجة. أنا ما أعرفش حد بالاسم ده، لكن هو عارفك وقال لي على اسمك قبل ما يموت. وأنا شاهد يا أستاذ ناجي، أرجوك مفيش داعي للإنكار، واعترف بكل حاجة، خلي القانون ياخد مجراه. قانون؟ القانون ده لعبتي. إذا كان القانون لعبة بالنسبة لك، فالقانون بالنسبة لي مسؤولية. وبعدين هنا ما تبص حواليك. أنا أنصحك إنك تعترف وتسلم نفسك. بس بشرط تحموني انا ومراتي وولادي. نحميك من مين؟ لو انت فاهم ان انا في اللعبة دي لوحدي، لا يا استاذ، دي سلسلة طويلة. انا مجرد قشاط بيتلعب بيه ووقت اللزوم بيتركن، لكن انا هقول لك على كل حاجة. هقول لك على الناس اللي متصورة نفسها فوق القانون، هقول لك على الناس اللي متصورة نفسها فوق العدالة. معتز، روح على العمارة دي بسرعة، وانت يا سيد معاه. الشارع كله حصروه، البلد كلها. قال لك حاجة؟ عرفت منه حاجة؟ عرفت حاجات كتير قوي. بلد من غير قانون تبقى غابة كبيرة جدا.